السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة ان شاء الله نعمل سويس رول حلو قوي قوي. معايا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، ومعايا كوباية دقيق، نص معلقة كبيرة محسن كيك، نص معلقة كبيرة بيكنج باودر، وربع كوباية زيت نباتي، ونص كوباية سكر، ورشة فانيليا. تمام. هنعمل ايه؟ هناخد البيض والسكر والفانيليا ومحسن الكيك نضربهم بالمضرب الكهربائي كويس جدا. اللي ما يعرفش المحسن الجل يا جماعة، ده بيبقى محسن بيتجاب من عند مستحضرات الحلويات، بيبقى القوام بتاعه زي الكريمي شوية كده. ايه فايدته؟ بيساعد ان الكيك يبقى هش ومتماسك وما يهبطش مني في الفرن ويبقى فاتح. تمام. انا كده حطيت كل المواد السائلة وهضربها سوا لحد ما لون البيض يتغير وقوامه تماما. المحرة دي هي اللي هتنجح السويس رول بتاعنا. لازم اتأكد ان كل حاجة اختلطت كويس جدا واوصل للقوام اللي انا محتاجاه عشان ما يهبطش مني بعد ما يطلع من الفرن. تمام. بصوا اللون هنا، خدوا بالكم عشان تاخدوا بالكم من فرق اللون لما اخلص. اخدت قد ايه ضرب؟ اخدت 5 دقايق متواصلة. بصوا فرق شاسع بين الاتنين. انا كده خلاص. اللي يأكد لي ان احنا كده تمام وجاهزين للخطوة اللي بعدها القوام. بصوا هيعمل المنقار اهو، ومش بينزل من الخلاط، ده معناه ان احنا كده تمام جاهزين. هنعمل ايه؟ هنحط الزيت واخلط بس، يعني يدوب الزيت يختلط وكفايه، انا مش عايزه اكتر من كده. ضربه واحده وخلاص. بعد كده هبدا اعمل ايه؟ هجيب المواد الجافه، الدقيق والبيكنج باودر، وهخلطهم على الخليط ده بس بعد ما انخلهم كويس جدا. تمام. ادي الدقيق وادي البيكنج باودر وهنخلهم عشان يبقى الخليط خفيف على البيض، ما ينزلش في نص البيض يهبط اللي احنا عملناه. وانا بقى بقلب بمنتهى الحرص، هجيب من تحت لفوق بمنتهى الحرص. لو انا عايزه اعمل السويس رول ده بالشوكولاته، اقدر اشيل معلقه او 2 من الخليط بتاع الدقيق واحط مكانهم بيكنج باودر، واحط مكانهم دقيق، وممكن لحد ربع كوبايه. يعني احنا واخدين كوبايه دقيق، ممكن نعمل 3/4 كوبايه دقيق وربع كوبايه كاكاو. هنا انا هعمل ايه؟ هاخد معلقه من الخليط في 3 بولات صغيرين عشان الونهم، عشان نزين السويس رول منه ان شكله يبقى حلو وظريف في الاخر زي ما هتشوفوا، ومنه علشان نوفر شويه كريم شانتيه وحاجات زي كده، ومنه كمان يبقى خفيف قوي وانتي بتاكليه. انا استخدمت اللون الاخضر والاصفر والبينك، تقدري تستخدمي الالوان اللي انتي تحبيها، وكمان تقدري تزيني بالشكل اللي انتي عايزاه. تمام. نقطتين صغيرين لان الكميه مش كبيره، خلي بالك ما تكتريش. اقلب بقى كويس الالوان ال3 مع بعض، واجيب القرطاس بتاع ورق الزبدة، اعمل قراطيس صغيرة بورق الزبدة، او ممكن نعمل بكياس الحلواني اللي هي الوان يوز اللي بتتجاب من عند مستخدمات الحلواني كده او كده، وهعبي فيها الالوان وابقى جاهزة. تمام. ادي الاصفر والاخضر والبينك كمان خلاص معايا اهو. وهجيب صاج يكون رفيع جدا ومفروش ورقة زبدة عشان هشتغل عليه. ادي الصاج، بس الصاج ده طلع كبير شوية، يعني ممكن نستخدم مقاس اقل لو عندنا. هبتدي بقى اشكل اللي انا عايزاه. انا عملت شوية ورود على ورق شجر بمقاسات مختلفة والوان مختلفة، تقدري تعملي اللي انت عايزاه بالطريقة اللي تعجبك. تمام. زي ما انتوا شايفين اهو، وردات باحجام مختلفة والوان مختلفة، بحيث ان العين تاكل قبل ما احنا ناكل ويبقى المنظر حلو. لو عندي ضيوف اقدر اقدمها وتشرفني، لو عايزة حاجة حلوة خفيفة مع الشاي بعد الظهر، وكالعادة عشان الولاد والمدرسة. تمام. بعد ما اخلص الخليط ده هسيبه في الفريزر لمدة 10 دقايق. بصوا المنظر حلو ازاي، مبهج جدا. هحطه في الفريزر عشان لما اجي احط الطبقة التانية عليه ما تجريش الرسومات ويتغير من تحت ايدي، تبقى هي كده جمدت خلاص وناشفة. اما اقدر اساوي العجين من فوقيها يتساوى معايا بمنتهى السهولة، من غير ما الرسمة اللي انا رسمتها يجرى لها اي حاجة.
في الوقت اللي انا فيه دلوقتي ده وانا بفرد العجين انا ولعت الفرن على درجة حرارة 160 مش عالي، لان هي مش هتاخد اكتر من 10 دقايق في الفرن. سويتها كويس جدا من كل الجوانب، وزي ما انتوا شايفين هي ما وصلتش لاخر الصاج، الكمية ما كانتش كبيرة. حطيتها في الفرن 10 دقايق بالظبط، وشها يا دوب لون وطلعتها. واول ما طلعتها غطيتها بفوطة عشان تطرى، لان السويس رول عجينته بتبقى رفيعة وانا مش عايزاه ينشف. يبقى 10 دقايق بس في الفرن، واول ما طلع غطيته على طول. بصوا بقى الجمال والحلاوة، الرسمة طلعت تحفة. بعدين عدلتها تاني على ورقة زبدة نضيفة عشان دي اللي هلف فيها. معايا بقى شوية كريم شانتيه وشوية فراولة، ممكن كيوي، ممكن فاكهة مجففة، ممكن كريم شانتيه، بس زي ما انتوا عايزين. افرد بقى الكريم شانتيه كويس جدا، واحاول اخليه متساوي من كل الجوانب، ما يبقاش من النص عالي ومن الاطراف لا، عشان لما الفها تبقى الرول متساوي، وعلشان في الاخر لما اقطع يبقى من جوه الفراولايه كلها في النص، وكل المساحه اللي حواليها متساويه بتاعه الكريم شانتيه. تمام زي ما انتوا شايفين سويتها كويس جدا. والفراولة انا حاولت انقي فراولات تكون صغيرة شبه الكريز عشان حجمها يبقى مناسب مع حجم السويس رول. طبعا لو الفراولة عندك مش بالحجم ده تقدري تقطعيها مكعبات او مربعات زي ما انت عايزة. خلاص انا كده سويت السويس رول بتاعي كويس جدا. ابدأ ارص الفراولة، ولازم هحطه في التلاجة او الفريزر. لو هحطه في التلاجة يبقى هيقعد من بالليل للصبح، لو هحطه في الفريزر ممكن ربع ساعة نص ساعة بالكتير واطلعه. طب ليه هحطه تاني في الفريزر او في التلاجة؟ عشان الكريم شانتيه يتماسك، فلما اجي اقطع السويس رول الكريم شانتيه ما يطلعش منه، او الرسمة تبوظ، او الفراولة تطلع منه وانا بقطع، فيبقى متماسك كويس جدا. بصوا شكلهم حلو ازاي، وطعمها كمان كان تحفة جدا وخفيفة خالص. بصوا بقى طريقة اللف عشان تعرفوا تلفوه كويس. من عند حرف الورقة هحطها على الفراولة، انا سايبة مسافة صبعين عشان بصوا امسك بيها الفراولة، الف واشد الورقة، والف تاني واشد الورقة، بتجري معايا شوية بزق من الناحية التانية، وافضل الف بالراحة لحد ما الرول يتلف كله. بعد ما يتلف كله هفضل اضغط عليه كويس جدا بالورقة برضو عشان اتأكد انه قفل ومش هيفتح تاني، بالراحة جدا. اهو انا كده لفيته خلاص، وبوريها لكم اهو من الناحية التانية. في شوية كريم شانتيه بساط طلعوا، دول الزيادة، وخلاص كده الموضوع خلص. هبرمها بقى واقفلها كويس من الجنبين واشيلها زي ما قلت لكم. انا حطيتها في الفريزر لمدة نص ساعة، جمدت كويس جدا، وطلعتها زي ما انتوا شايفين. هتشوفوها دلوقتي عاملة ازاي. بصوا القفلة بتاعتها كويس جدا ومحكمة جدا، لازم تقفليها كويس عشان ما تفتحش منك. ادي المنظر بعد ما خلصت خالص، وهنقدمها مع بعض بشكل بسيط وظريف بالراحة جدا بسكينة مشرشرة. لو خايفة ما تتحكميش في السكينة وانتي بتقطعي تقدري تعملي زي ما بنعمل في السينابون بالخيط. بصوا بقى الجمال، حلوة جدا وشيك جدا. هنقطع بقى كل الكمية بالشكل ده بالراحة خالص، نتعامل معاها بمنتهى الحنية بالراحة جدا. بصوا الفراولات باينة ازاي شكلها حلو، وادي المنظر النهائي بعد ما خلصت. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم، وبألف هنا وشفا.